ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ما تيجوا النهارده نعمل مع بعض اكله مصريه اصيله، هي بط ورز وكمان ملوخيه، اكله ما بيختلفش عليها كتير. واسمعوا لي صوت الطرب ده، صوت الطشه. النهارده هنعملها مع بعض بطريقه سهله جدا وناجحه جدا. ودلوقتي قبل ما ندخل على الطريقه، انا ايه، لو انتوا اول مره بتشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناه وكومنتات حلوه كتير زيكم. ودلوقتي يلا بينا على الطريقه. قبلها بليله انا كان عندي البطايه، كنت ضربه بصل فرماء ناعم، وكمان عليه ملح فلفل اسود وشويه صغيرين خالص من الكمون، ودعكت بيهم البطايه ونقعتها كده في البصل. البصل يا جماعه بيضيع الزفاره خالص، وكمان بيسهل في تسويه اللحوم. فظبطتها كده من قبلها بليله وحطيتها في التلاجة، وده كان تاني يوم الصبح كنت بدأت خلاص في الغدا. هبتدي بقى ان انا اجيب حله فيها ميه سخنه، ميه بتغلي اهم حاجه عشان الزفاره بتاعت البط ما تظهرش، لازم تكون الميه بتغلي. هننزل البطايه كده في الميه المغليه، مش محتاجين نزود عليها اي حاجه، هي فيها الملح وفيها الفلفل الاسود. وعلى فكره هي ملحها مش كتير، لان احنا طبعا بتزود الملح بعد ما بتستوي. وهنحط بقى باقي البصل اللي كان متقطع وكمان الكبده والقوانص، وخلاص كده هنسيبها تستوي. دلوقتي بقى هندخل على الرز. هنحط معلقه كده صغيره من السمنه او الزيت اللي انت تحبيه واللي متعوده عليه، وكمان هننزل بقى بالشعريه زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان انا احمر الشعريه وايدي تبقى فيها يا جماعه، عشان الشعريه من الحاجات اللي بتتحرق بسرعه جدا. فهبتدي ان انا احمر الشعريه كده بالشكل ده لحد ما تاخد لون ذهبي معايا. دلوقتي البطايه خلاص هي قربت تدخل في السوا، فهبتدي ان انا ازود شويه من الملح عشان البطايه تاخد كده شويه من الملح، ما تبقاش عدمه. وخلاص احنا خلصنا الشعريه كده. هبتدي بقى ان انا انزل رز مغسول ومتصفي كويس جدا، وهبتدي ان انا اشوح الرز مع الشعريه. ودي خطوه بتخلي الرز مفلفل معاكي ومش معجن حتى لو حطيتي كميه قليله من الدهون. هننزل دلوقتي بميه مغليه من الكتل، او لو عايزين تحطوا ميه عاديه. انا بحس قوي الصراحه ان هي مش بتفرق جامد يعني في سوى الرز. وهنبتدي ان احنا نغطي الحله اول ما الميه تغلي، هنوطي عليه ونسيبه لحد ما يستوي عشان تعرفوا ان البطايه استوت. تشوفوا العظمه بتاعه الجناح والعظمه بتاعه الدبوس هتلاقيها ظهرت، اعرفي كده ان البطايه بتاعتك استوت، او اي طيور استوت عندك من غير ما تعملها لها اي اختبار. وهنبتدي ننزل باقي كميه الملح لان هي كده خلاص استوت. وهنطلع بقى البطايه نحطها في الصينيه بتاعتها، ندهنها بقى شويه كده من السمن البلدي، بيديها تست حلو جدا. عايزين تدهنوها صلصه ادهنوها، عايزين تحمروها في الزيت اللي تحبوه ده حسب ذوقكم انتوا. انا اديتها كده دهنه من السمن البلدي ودخلتها الفرن تاخد لون. خدت تقريبا حوالي 5 دقايق وطلعت كانت لونها كده ذهبي فظيع، شكلها كان تحفه الصراحه جدا. مبارك. ودلوقتي يلا بينا نعمل الملوخيه. عشان تعملي ملوخيه ناجحه لازم تجيبي الشوربه الاول تغليها وتنزلي فيها سيكه كده حاجه بسيطه قوي من التوم المفروم، مش كتير بس بيعزز قوي نكهه التوم، وفي نفس الوقت مش بتبقي مكتره توم. وشويه كمان من الكزبره الناشفه، بس هي ما طلعتش هنا في الفيديو. حوالي نص معلقه صغيره كده من الكزبره الناشفه. وهننزل بقى عليها بالملوخيه الفروزن. لو انت عايزه تعملي ملوخيه فريش اعملي ملوخيه فريش، مفيش اي مشكله، ده حسب ذوقكم انتوا. هننزل بقى بالملوخيه الفروزن بتاعتنا، كانت هنا فكت يا جماعه، ما تحطوهاش وهي متجمده. وهنبتدي ان احنا نشيل كل الريم الابيض اللي بيبقى عليها من فوق. وهنجيب طاسه نحط فيها معلقه من السمن البلدي وننزل فيها بنص معلقه من الثوم المفروم. الثوم برضو حسب الرغبه، لان مش كل الناس بتحب الثوم ومش كل الناس بترتاح في الثوم، في ناس بتتعب من الثوم، فانتي ورغبتك. وهنبتدي بقى ان احنا نشوح الثوم ونشم ريحه فظيعه، وهنسمع دلوقتي صوت يعني بيدخل القلب فعلا. سامعين؟ هننزل خلاص كده بالثوم على الملوخيه، وهنبتدي ان احنا نقلب الملوخيه كويس. عايزين تغطوها غطوها يا جماعه، تغطيه الملوخيه مش بتخليها تسقط، يعني دي معلومه خطأ جدا. هنبتدي بقى ان احنا ننزل بالملوخيه في الطاسه، ودي حركه مصريه تقليديه بحته، ان احنا بنرجع ننزل تاني الملوخيه في الطاسه. وخلاص كده خلصنا الملوخيه بتاعتنا. وعلى فكره عايزه اقول لكم الاكل في اليوم ده كان طعمه ولا اروع، كان طعمه حلو جدا جدا فعلا، انا جوعت من المنظر اصلا. وخلاص كده خلصنا اكلتنا. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لان اللايك فعلا بيدعمني وبيشجعني جدا، وكومنتات حلوه كتير زيكم، واشتراك في القناه لو انتوا اول مره بتشوفوني، لان انا عارفه
ان في ناس كتير بتتفرج على الفيديوهات بس هي مش عامله اشتراك. فيا جماعه اعملوا اشتراك، ما دام الفيديو عجبكم اعملوا اشتراك عشان لما انزل فيديوهات تاني يجيلكوا اشعار ان انا نزلت فيديو. واكتبوا لي في الكومنتس تحت ايه الوصفات اللي انتم محتاجينها الفتره اللي جايه اعملها لكم، سواء حلويات، سواء وصفات دايت، سواء وصفات اي وصفات انتوا عايزينها اكتبوها لي في الكومنتس تحت. واشوفكم الفيديو الجاي على خير يا حلوين، وباي باي.